وبعد ما زين سافر فضلت شهد سهرانة طول الليل جنب الحاجة بدر، تقيس الضغط وتديها الحقنة في ميعادها وتعمل لها كمان مشروبات تنزل الضغط. وتاني يوم الصبح رن تليفون شهد. الو، صباح الخير يا دكتورة. صباح النور. ها، ازاي الحاجة دلوقتي؟ الحمد لله أحسن كتير، والضغط نزل وبقى تمام، وأنا معاها اهو، ما تقلقش، ركز في شغلك انت بس وربنا معاك. تسلمي يا رب يا شهد، ربنا يطمنك زي ما طمنتيني. على فكرة، انا لما ارجع من السفر عندي ليكي مفاجأة حلوة قوي، بس يا رب تعجبك. بجد يا زين باشا؟ ربنا يخليك ليا، قصدي لينا. طيب يا شهد، انا مضطر اقفل دلوقتي علشان الشغل، وهبقى اكلمك تاني. سلام يا دكتورة. سلام يا زين باشا. وفي اجتماع المناقصة عند زين كل الشركات قدمت أوراقها، وتفاجئ زين وقتها بدخول مالك العزيز المناقصة. ايه ده؟ مالك العزيزي؟ مش ممكن، ربنا يستر. وفي المناقصة حصلت المفاجأة اللي زين عمره ما كان يتوقعها. مالك العزيزي قدم نفس ميزانية زين، ومش بس كده، لأ ده كمان قدم كل أفكار وتخطيط زين بالحرف الواحد. وده طبعا قبل ما زين يقدم أوراقه، ووقتها اتصدم زين صدمة كبيرة وما قدرش يتصرف. وكل الشركات قدمت أوراقها، وبعدها تم الإعلان عن فوز مالك العزيزي بالمناقصة. زين باشا، ايه اللي حصل جوه ده؟ مش عارف، مش قادر استوعب اللي سمعته. اللي حصل ده ملوش غير تفسير واحد. انا مش قادر افكر، دماغي هتتشل. مين اللي عمل كده؟ وعند مالك انا مبسوط قوي يا ياسر. تعرف، كان نفسي اشوف شكل زين قوي. احنا لازم نحتفل بقى ولا ايه؟ لا، مش وقته خالص يا ياسر، ورانا شغل كتير. مناقصة النهاردة دي نقلة كبيرة للشركات العزيزي. ماشي يا كبير، اللي تشوفه. وبالليل وصل زين الصعيد وهو كله غضب ومش طايق نفسه، ونزلت شهد بسرعة علشان تستقبل زين. لما أم رزق بلغتها إن زين وصل كانت فرحانة قوي، وجواها أمل وحب وشوق. أصل زين كان وحشها قوي. ودخل زين القصر، كان مرهق جدا ومش قادر يقف ولا يتكلم. حمد لله على السلامة يا ولدي، أجهز لك الوكل. لا يا ام رزق، كتر خيرك. انا هروح اطمن على الحاجة وبعدين ادخل اوضتي. مشي زين وهو مش شايف شهد خالص، وشهد استغربت جدا من معاملته، أول مرة ما ياخدش باله منها. وفي أوضة الحاجة بدر. ازيك يا حاجة؟ عاملة ايه؟ وازاي صحتك دلوقتي؟ بخير يا ولدي، انت كيفك؟ مالك يا ولدي، فيك ايه؟ مهموم ليه؟ مفيش حاجة يا امي، مفيش. مخنوق شوية وتعبان. عملت ايه يا ولدي في السفرية؟ عدت على خير؟ للأسف لا يا حاج بدر، في حد من هنا لعب علينا لعبة قذرة وزبالة، وأنا من طيبة قلبي صدقته. لعبتي دي؟ خير يا ولدي، قلقتني. مفيش يا حاجة، ما تشغليش بالك. بعد إذنك أنا داخل أرتاح شوية. وعند مالك كان بيشرب وبيحتفل إنه انتصر على زين. اول واحد كان يقف ليا زين الاسيوطي، عقبة كبيرة في حياتي. خلصت منها النهاردة. عقبال اللي في بالي. انا مالك العزيزي، اللي يجي في سكتي افرمه. وعند ملك الو، ازيك؟ عامل ايه؟ وحشتني يا روح ملك. وانت كمان يا وش السعد. ها، اخبار البيت عندك ايه؟ طمنيني. البيت حزين وكئيب جدا من بعد رجوع زين، ده راجع كأن هموم الدنيا ملياه. مسكين. تاني يوم نزلت شهد وهي ساندة الحاجة بدر، وزين كان قاعد على ترابيزة السفرة، وأول ما شافها قعد يسقف كتير، واستغربت شهد والحاجة. برافو عليك يا دكتورة، بجد ممثلة هايلة. برافو، انت المفروض تبقي ممثلة مش دكتورة. بصت شهد لزين باستغراب، وهي مش فاهمة حاجة خالص من الكلام اللي بيقوله. سبحان الله على البراءة اللي مالية عينيكي. يا حرام، ولا كأنك عاملة حاجة خالص. ملاك، ملاك واحنا الشياطين. ليه؟ ليه يا دكتورة؟ أنا عملت معاكي إيه؟ قولي، انطقي.
أنا عملت إيه؟ وملك خرجت من أوضتها على صوت زين ووقفت تسمع من بعيد. ليه تخونيني؟ ها؟ ليه تغدري بيا؟ ليه؟ أنا اسكتي خالص، مش عايز أسمع صوتك ولا أشوفك تاني. نزلت الكلمة على شهد زي الصاعقة، طلعت تجري على أوضتها ودخلت ملك أوضتها قبل ما شهد تشوفها. ايه اللي انت بتقوله ده يا زين؟ ليه يا ولدي؟ في ايه؟ انا من حق افهم. البت عملت ايه؟ دي زي الملاك يا ولدي. قول في ايه؟ من متى وانت بتعامل بنات الناس كده؟ دي تربيتي فيك، اسمعها الاول. انت مش فاهمة حاجة يا حاجة بدر، مش فاهمة حاجة. أصلك عاملة زيي بالظبط، بتشوفي الناس بقلبك مش بعقلك. دي طعنتني في ظهري وأنا اللي فتحت ليها بيتي، بس أنا اللي غلطت وكنت صيدة سهلة، ودخلت عليا لعبتها هي والمجرم التاني، بس أنا والله ما هسيبه في حاله. فهمني يا ولدي، قول لي في ايه؟ ورق المناقصة اتسرق من مكتبي اللي في القصر ووصل لإيد عدوي وكسب المناقصة اللي بقالي شهور بحضر فيها. مين هنا يعرف مالك غيرها؟ ردي عليا يا حاجة، أنا هتجنن. مين يعرفه غيرها؟ هو خلاها تمثل عليا اللعبة القذرة دي علشان اطمن ليها وادخلها بيتي، وفي الآخر تعمل معايا كده؟ ده جزاء المعروف. قوليلي يا حاجة، أنا هتجنن. وشهد دخلت الأوضة وهي عمالة تبكي بمرارة. ليه يا ربي؟ ليه بيحصل معايا كده؟ أنا تعبت من ظلم البشر، تعبت. فينك يا ماما؟ يا ريتك أخدتيني معاكي. ولمت حاجتها كلها وخرجت من الأوضة، لقت ملك بتبصلها وبتضحك عليها. مع السلامة يا قلبي، هتوحشيني. ونزلت شهد ونادت عليها الحاجة بدر لما شافتها. رايحة فين يا شهد يا بنتي؟ معلش يا ماما الحاجة، كفاية لحد كده. يا بنت اصبري للصبح، يكون زين هدي ونتكلم معاه. لا يا ماما الحاجة، شكرا. أنا بس كنت عاوزة أفهم أنا عملت إيه لكل ده. لو هو متضايق من وجودي وشايف إني حمل عليه كان قال، بدل كل اللي عمله ده يهني ويجرحني ويخوني. أنا عمري ما خنته ولا خنت ثقة أي حد فيا أبدا. طب حطي نفسك مكانه يا بنتي. ورق المناقصة اتسرق منيه ووصل ليد مالك العزيزي. كيف يا بنتي؟ قوليلي. والله العظيم أنا ما أعرف أي حاجة عن اللي بتقوليه ده. إزاي حصل؟ مالك أنا أصلا مستخبية منه، وليه؟ ليه أخونه وأخسره ليه؟ وهو عمل معايا كل خير، وأنا عمري ما أقدر أبدا أعض الإيد اللي اتمدت لي بالخير. بعد إذن حضرتك يا ماما الحاجة، أشوف وشك بخير، واسمحي لي أبقى أطمن عليكي وعلى صحتك. خدي بالك من نفسك ومن صحتك. مع السلامة. مشيت شهد وقررت إنها تسيب البلد باللي فيها وترجع تاني بيت أهلها وتعيش فيه، واللي يحصل يحصل. شهد ركبت أول قطر راجع القاهرة، ووصلت شهد وراحت على بيت أهلها، ودخلت وقفلت الباب عليها وقعدت تعيط وتفتكر والدتها لحد ما راحت في النوم. وبعد ساعتين الباب خبط جامد، وشهد قامت وهي مفزوعة من النوم وفتحت الباب وشافت اللي عمرها ما توقعت تشوفه أول ما توصل القاهرة. انت عايز مني ايه؟ مش كفاية اللي عملته فيا؟ دمرت كل حاجة، وليك عين تيجي لحد هنا؟ حرام عليك، انا عملت فيك ايه؟ ده انا انقذت حياتك، بس اقول ايه؟ هو اللي زيك بيحس اصلا؟ وفجأة ضربها مالك على وشها وسحبها من شعرها ونزل بيها، وهي ما قدرتش تقاومه خالص، ونزلوا وركبها العربية وهي عمالة تصرخ. نزلني بقولك، انت فاكر نفسك مين؟ الحاكم بأمره؟ نزلني يا حيوان. اخرسي خالص. سامعة ولا مش سامعة؟ انا هخلي ايامك سودة. انت سامعة؟ ولسه هو انا عملت حاجة؟ انا هوريكي عذاب جهنم على الارض. وشهد خافت قوي وقعدت تعيط. ليه كده يا ربي؟ ليه كده؟ انا عملت ايه لكل ده؟ حرام عليك، ربنا ينتقم منك.